3-0 ومن جنوب افريقيا بهدف دون مقابل. ثم بعد ذلك نتأهل الى كأس العالم 2006 تعادل امام المنتخب التونسي بهدفين لهدفين في مباراة كان نستحق فيها الفوز، ثم خسارة من اسبانيا بهدف دون مقابل. قبل خسرنا من اوكرانيا 4-0 في تصفيات كأس العالم 2010، خسرنا في الملحق. اليوم ماذا يحدث؟ نخسر قبل ان نصل للتصفيات النهائية. يا ساتر، هل هذه هي المخططات الموجودة لكرة القدم السعودية؟ هل هذا ما استطعتم أن تصنعوه؟ هل هذا هو المنتخب اللي قدمتوه لنا؟ خسرنا الوصول إلى كأس العالم 2010، هذا ما جادت به أيديكم، أن نلعب بمنتخب هزيل جدا في استراليا يخسر في دقائق معدودة أمام المنتخب الاحتياطي. كرة في صالح المنتخب الكونغارو الآن. برافو على المنتخب الكونغارو، أبدع وأمتع وسجل 4 أهداف. أجمل ما يكون في كرة القدم، هؤلاء يلعبون في الاحتياط وكرة القدم اللعبة الثالثة بالنسبة لهم، هم الأفضل هم الأجمل، والمنتخب السعودي لا يستحق أن يصل للتصفيات النهائية. هذا مكانه، نرجع للدوري أحسن. وأيضا لمن يتعصبون لأنديتهم، هنا قفوا واصحوا لواقعكم، أنديتكم ضعيفة ولاعبينكم ضعفاء، وارجعوا وجيبوا لنا لاعبين صغار، أسسوا لاعبين حقيقيين، ولا تكبرون في اللاعبين اللي عندنا، وصلتوهم إلى ما لا يستحقون. كرة موجودة الآن في صالح المنتخب الأسترالي عند مارك شوارزر. بدلاء استراليا يدكون الاساس السعودي اللي تعب عليه رايكارد 4-2. أولجر عوسك، كان عندك حق انك تقول ان هذه المباراة وان جاء المنتخب السعودي مبكرا لن يفوز فيها، وعندك حق بريشيانو ان تعتبر هذه المباراة للتسلية. هي فعلا تسلية للاستراليين، النتيجة تهمنا ونخسر 4-2. كرة لخارج أرض الملعب لضربة زاوية. هذا وبعد ترى كيم دونغ جن كان رحيما بنا، ما احتسب هدف صحيح 100% لهاري كول. ضربة زاوية موجودة في الطرف الأيمن، مقطوعة بالراس. ماركو بريشيانو، يعني في الأندية نقدر نسوي لنا ميول، منتخبنا واحد هو ميولنا لهذا المنتخب، ما نقدر نختلق ميول. نحتاج لتعديل النتيجة والخروج بوضعية أفضل. كرة فيها صافرة، مخالفة يحتسبها الآن حكم المباراة، يحتسب مخالفة، ضربة حرة مباشرة في وسط الملعب. كرة اللعب الآن إلى الجهة اليسار، إلى محاولة عرضية مقطوعة بالراس. محمد الشلوب أو تيسير الجاسم، عنده كرة. شلوب غادر أرضية الملعب. حسن معاذ مع كرة للجهة اليمين إلى محاولة قادمة مقطوعة لمصلحة المنتخب الأسترالي.